السلام عليكم. 90% منكم بيعمل السبانخ ويطلعها مرة، والسبب هو في خطوة واحدة بس. سر كده مش هيخطر على بالك لو ولادك مش بيحبوها أو حتى انتي. تعالي بس اسمعي الفيديو ده وشوفي الطريقة اللي مفيش أسهل منها وانتي هتبقي أستاذة. أول حاجة طبعا أنا جبت السبانخ كلنا عارفينها، دول حزمتين وعليهم كمان الخضرة بتاعتهم اللي هي عبارة عن كزبرة وشبت. ما بحطش بقدونس يا جماعة. طبعا أنا لما باجي أنقي السبانخ بنقيها تكون فريش كده، يعني تحسوا إن هي ما فيهاش ورق دبلان ولا أي حاجة. ومع ذلك برضو لازم انضفها كويس قوي، لو فيها ورقة كده مش واخدة بالي منها ولا حاجة برميها. وبعد كده بغسلها تحت المية الجارية كويس جدا، ورقة ورقة يا جماعة الله يكرمكم. اغسلوها ورقة ورقة وقبل ما تقطعوها كمان علشان الفيتامين اللي فيها ما يروحش كده مننا هدر. طبعا الخضرة اللي قدامكم دي انا هاخد نصها لان حزمتين السبانخ بتوعي صغيرين شوية، يعني يا دوب انا كده بعمل حوالي طبقين، لان احنا متفقين ان السبانخ ما بتتسخنش تاني يا جماعة، يعني ما تحطوهاش لتاني يوم في التلاجة، وهقول لكم السبب برضو اثناء الفيديو. وبعد ما غسلتها كويس قوي وقطعتها هجيب بقى حله او وok او اي حاجه، وعلى درجه حراره فوق المتوسطه هحط زيت زيتون حوالي 3 4 معالق او سمنه او زبده اللي يريحكم. وهكون محضره بصلايه متوسطه، احمر بقى او اصفر مش مشكله، اقطعها رفيع واديها تشويحه كده خفيفه، يعني يكون لونها كده داخل على الدهبي شويه، مش عايزاها تاخد لون يا جماعه خالص. وهكون محضره عصير طماطم حوالي كيلو الا ربع، يعني ضربهم في الخلاط كده وبعدين هصفيهم. بصفيهم ليه؟ دايما هقول لكم في كل فيديو لازم يا جماعه نصفي الطماطم من البذر والقشر لانه بيبقوا صعبين جدا في الهضم، فيعني ملهمش اي فايده فنرميهم وخلاص. وهدي بقى عليها درجه الحراره خالص لحد كده بقى ما تتسبك، يعني الماده الدهنيه تفصل كده وتقل قوي قوي في الحجم. بعد كده بقى هحط السبانخ اللي انا نضفتها الاول وبعدين غسلتها تحت الميه الجاريه وبعدين قطعتها. شايفين بقى لونها جميل بشكل مش قادره اقول لكم بقى. خلوا بالكم ان الحبه الهيشين الكتار قوي دول دلوقتي هيتبالوا وهيقلوا جدا، ممكن لاقل من النص كمان. وفي الوقت ده طبعا هكون انا سلقت اللحمه خلاص. سلقتها ازاي؟ غليت ميه وحطيت فيها اللحمه اللي انا عايزاها حسب الحجم او الكميه، وبعد كده حطيت فصين من الحبهان، ورق لورا لو موجود، كمان لو عندكم فص كده من المستكه ولا حاجه، وطبعا ملح وفلفل. ما بحطش بهارات اكتر من كده يا جماعه عشان ما يغيرليش طعم اللحمه او الشوربه، هي كفايه عليها قوي كده. السبانخ ما بتاخدش كتير في السوا، يعني هي كبيرها قوي تلت ساعة نص ساعة ل5 دقايق كمان لو كميتها كبيرة ولا حاجة وخلاص. انا هنا بقى هحط قطع اللحمة، انا هحطها بالعدد بصراحة حسب العدد بتاع الأسرة بتاعتنا، واحط شوية شوربة بشوية شوربة عشان ما اخليش السبانخ تبقى فيها شوربة كتير، يعني كل ما احس ان هي لسه تقيلة ومحتاجة تاني بحط لها كبشة ولا 2. هسيبها بقى تستوي شوية كده وتاخد وتدي مع نفسها لحد بقى ما نعمل السر اللي هيخليها لا بتمرر ولا طعمها وحش ولا أي حاجة، هيديها طعم ونكهة وريحة مش هتتخيلوا جماله. تعالوا أقول لكم. هنجيب بقى الهون بتاعنا العظيم نحط فيه فصين 3 من التوم، نص قرن كده من الفلفل الحامي لو انتوا عايزين، نص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة كزبرة ناشفة، ونص معلقة ملح، ونضرب الكلام الجميل ده كله مع بعضه أو نفرمه مع بعضه. وبعد كده بقى نجيب طاسة ونحط فيها برضو 3 4 معالق زيت زيتون أو أي مادة دهنية، عايزين سمنة أو زبدة مفيش مشكلة. السبانخ خلاص استوت، هنحط فيها نص معلقة كده من الخلطة بتاعت التوم اللي احنا عملناها دي، وبعد كده الباقي كله بقى يعني هشوحه وهعمل طشة كده شبه طشة الملوخية أو هي طشة الملوخية بالظبط. عارفينها الريحة اللي بتجيب لآخر الشارع دي واحنا بنعمل الملوخية؟ حطوها على السبانخ هتدي طعم بقى مش قادرة اقول لكم حلوة قد ايه، وريحة تجنن، ومفيش اي طعم للمرارة ولا اي شيء. بجد اللي مش بيحب السبانخ هيحبها من الطشة دي. دايما يا جماعة بعمل الحركة دي، بشيل كمان بعد ما انزل الطشة دي في قلب السبانخ او الملوخية معلقتين كده من السبانخ واحطها تاني في الطاسة عشان اخد اي بواقي بقى، ما بسيبش ولا فتفوتة يعني. هنديها تقلبتين 3 ونغطي ونطفي، وبألف هنا وشفا تتاكل السبانخ تحفة. أول حاجة بس عايزة أقول لكم عليها ويمكن أهم حاجة في الموضوع كله، إن السبانخ يا جماعة ما ينفعش نسخنها تاني عشان الدكاترة بيقولوا إنها بتبقى غلط، هو يعني إعادة التسخين. تاني حاجة بقى السبانخ دايما بتتعمل على لحمة، ما ينفعش خالص ولا بتليق أبدا مع الفراخ، هي ليها سبب علمي بس أنا الصراحة مش عارفاه. أنا هنا بس بدوق إذا كان الملح كويس ولا عايزة شوية ملح تاني ولا حاجة. يتعمل جنبها إيه شوية رز بالشعرية كده، يا نهار أبيض على الجمال والريحة مش قادرة أقول لكم، لازم تجربوها. وانا عارفه ان الناس كتير قوي ما بتحبهاش منهم ولادي، ربنا يهديكوا جميعا يعني، وجربوها بس ودوقوها وان شاء الله تعجبكم لان هي مفيده جدا.